قلت لي اختي الحبيبه انا عندي التهاب المعده، كيفاش الطريقه ديال الكرم؟ واش نشربو طايب ولا نطحنو خضر وشرب العظام طريقه الله يحفظك؟ اختي الكرم خذيه طيبيه وطحنيه، سواء تشربي الماء ديالو ولا طحنيه، هو بحال صوبه وشربيها. وبالنسبه للعظام غتمشي عند الجزار غتقول لي عطيني العظام، كيعطيك العظام، كتمشي للدار كديريهم كتغسليهم مزيان، ديريهم في الكوكوط، ديري عليهم اطرو ديال الماء وطيبيهم، ديري غير واحد شويه د المليحه وطيبيهم. واحد هما اصلا ما ديريش فيهم الزيت حيت كيكونوا ميدمين وغادي تشربي. علاش كنقول لكم العظام؟ العظام فيه الكولاجين، داك الكولاجين راه كيساعد باش على التهاب المعده. وكذلك اختي كاينه حاجه وحده اخرى حتى هي اللي غزاله بزاف لالتهاب المعده، الكرافس حبوب. تشدي الكرافس حبوب طحنيهم وتخلطيهم مع العسل الحر، وكل صباح على الريق تاخدي معلقه من داك التخليطه. ما عندكش اختي الكرافس والعسل الحر، قشور الرمان، هلا لا قشور الرمان يابس تاخديه طيبيه في الماء الصباح، غديري غتشلي لي مزيان داك القشور ديال الرمان، ديري كاسرونه في الماء حتى كيغلى وتحطي داك القشور ديال الرمان وتطفي عليهم وخليه يخليهم يطلقوا واحد 5 دقائق وشربي داك الكاس دافي ديال الماء. ما عندك قشور الرمان، عرق السوس البنات، كنا كنعرفوا عرق السوس، غديري نفس الطريقه ديال قشور الرمان، ولكن اللي عنده الضغط تيطلع عليه الضغط ما خصوش يدير عرق السوس حيت ما مزيانش. يعني انا كنعطيكم الحلول. ما عندكش اختي عرق السوس، عندك المسكه الحره ولا المسكه الحره اللي تنقولوا حنا، حتى هي غتزيديها غير في الاطباق ديال سميتو اللي كتاكليها، غديريها في واحد شويه د الماء دافي تذوب وزيديها في اي حاجه كتاكليها حتى هذيك ضربه بطله لالتهاب المعده. شو البنات انا بقوه المدوزات عليا المعده جربت بزاف ديال الحوايج بزاف، راه داكشي راه ما غاديش يطيح لكم على البال، والله ما يطيح لكم على البال، ولكن اقسم بالله العلي العظيم لا تنجرب معاكم حويجات اللي انا ديجا مجرباهم وفادوني. حيت انا كانت عندي التهاب معده مزمن اللي خرج ليا في الفيبروسكوبي في التيو ديال ملي داروا ليا ديك التيو ديال المعده وخداو الخوذه. داكشي علاش زعما كنشارك معكم داكشي اللي مريت منه انا، ونتمنى ما تبخلوش نتوما عليا غير بالبارطاج والاكسبلور، واي سؤال غنجاوبكم عليه، غير صبروا عليا اي حاجه غنجاوبكم عليها وغادي نقول لكم كيفاش غتخلصوا من هذا المشكل. انا كانت في ميمتي وكنت كنهضر معاها من هنا وكنت دايره لمي الريجيم، اقسم بالله العلي العظيم الا كنت دايره ريجيم ستريكت لمي مشات عليه 3 شهور والحمد لله. 3 شهور مشات عليه الوالده ديالي الحمد لله.